ايه رأيكم بقى في الهريسة الحلوة دي؟ هريسة الفلفل او هريسة الشطة. بس النهاردة عملنا الهريسة الحمراء، وكمان عملنا هريسة الفلفل الاخضر. ايه رأيكم بقى في جمالها ده؟ تحفة. اظن كلنا لازم بنعملها، ما نقدرش نستغنى عنها في بيوتنا. بنعملها من السنة للسنة، بتفضل عندنا، بنستخدمها في اكلات كتير قوي. بصوا جمالها، تبارك الله، حلوة جدا، ما شاء الله. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب لمنوعات لورندا. اتمنى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم اشعار بيه. واتمنى تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم عشان تعم الفايده للجميع. واتكلمنا كتير، ويلا بينا على الفيديو السهل البسيط. بصوا، حبايبي، دول 3 كيلو من الفلفل الاحمر، 2 كيلو، والفلفل الاخضر كيلو. جبت عربيه الجيش، لو انتوا تعرفوها. لقيتها واقفه. انا ما عنديش سوق، فلقيت العربيه دي واقفه بتبيع الكيس ب10 جنيه. كيس الفلفل ده ب10 جنيه يا جماعه. الكيس عباره عن كيلو كامل. فلقيته حلو جدا، وسالت على الفلفل الاحمر في السوق، لقيته ب15 جنيه. فلقيته فرصه بصراحه، فروحت جبت، قلت طب ما انا اعمل هريسه الشطه، فجبت ال3 كيلو دول. هندخل بقى على تحضيرنا على طول في الهريسه. هنا جبتهم وغسلتهم كويس جدا. والنهارده كمان هنعمل الهريسه الخضراء، هريسه الفلفل الاخضر والاحمر، كل مره بنعملها، فالنهارده هنغير كمان ونعمل هريسه خضراء. بعد ما غسلت بقى الفلفل بتاعي كويس جدا من اي تراب فيه. هنا بقول لكم اني انا استعملت ايدي، ما كنتش لابسه جلافز. ما تعملوش زيي، ما كانش عندي بصراحه، وكنت بعمل الهريسه دي كنا بالليل. فقلت اقوم اعملها، كنت خايفه ان هو فعلا الفلفل يبوظ مني، لانه كنت بقالي حوالي 3 4 ايام جايباه، فكان في زي ما هو في الكيس كده في التلاجة، فخفت لا يبوظ، فقلت ايه، اقوم اعملهم كان بالليل، اتسلى كده واعملهم. فالبسوا بقى جلافز انتوا عشان ما تيجوا تعملوها، عشان ما تحرقكوش وكده. هنا قطعت بقى الفلفل زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. وفي المرحله دي انا ما بحطش ملح، يعني ما بضربه في الكب ما بحطش ملح، لان انا لو حطيت ملح هينزل الميه بتاعته كلها. فهنا بضربه من غير ملح، عشان بعد كده بحط الملح. هنا بقى اديته كام ضربة كده، وبعد كده بفتح الكبة وبنزل اي حاجة من الجناب عشان يبقى الطحن كله شكل بعضه، يعني ما يبقاش حبة مطحونين قوي وحبة مش قوي. انا هنا ما بحبش افرمه قوي، ما بحبش افرم الهريسة قوي او الفلفل قوي، بحبه يعني ايه، يبقى الوسط. يعني خير الامور الوسط في كل حاجة. فهرسته كده زي ما انتوا شايفين. اديته ضربة كمان، حسيت ان هو خشن شوية، اديته ضربة خفيفة كده. وكده كنت ما ضربتوش تاني، وكان معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ هنا بقى افضيه في البولة كده. بصوا هنا بقى بفضيه. ريحته كانت جامدة جدا. في ناس بتحط معاه الفلفل الرومي الأحمر، مش اللي هو الألوان الحلو، لأ، الفلفل الرومي الأحمر. أنا بحب أعمل اللي هو السبايسي بس، ما بحبش أحط رومي. فانت بقى براحتك، عايزة تضيفي الفلفل الرومي براحتك. هنا كنت خلصت ال2 كيلو الفلفل الأحمر. وهبدأ بقى أدخل على الأخضر. الاخضر نفس اللي انا عملته في الاحمر برضو عملته في الاخضر. عايزه تحطي رومي برضو حطيه، ما فيهوش اي مشكله. ممكن تحطي نص رومي ونص حار، او كميه بسيطه من الحار وكميه بسيطه وكميه كبيره من الرومي، براحتك، دي حاجه ترجع لك انت. هنا بقى خلاص عملت الفلفل الاخضر هو كمان. هبدا هنا هحط بقى الملح. هنا حطيت كده معلقتين ملح، وبعد كده هقلب الفلفل. هنا وبعد ما قلبته كده حسيت اني انا عايز ان هو عايز كمان معلقة ملح كمان. فضفت كمان معلقة ورجعت قلبته تاني. بصوا ما نزلش مية عشان انا ما حطيتش ملح في الكبة نفسها، او هو بيتفرم. دي المعلقة التالتة.
حطيتها هو وقلبته، وكده كنت خلصت الفلفل الاحمر. ودخلت بقى على القب الاخضر، حطيت له معلقتين ملح بس، حطينا معلقتين وقلبته بس كده خلاص. كده خلاص هنبدأ بقى نعبيهم في البرطمانات. انا هنا عندي برطمانات مسكتها غسلتها كويس جدا ونشفتها وعقمتها على عين البوتاجاز كده من فوق. ممكن تحطيها في الفرن، ما فيهاش اي مشكله. وهنا بقى ممكن تعقميها بخل وتسيبيها تنشف خالص، برضو الاتنين تمام. هنا بقى ببدأ اعبي كده البرطمانات بتاعتي زي ما انتوا شايفين، لغايه ما اخلص الكميه كلها اهو. انا بقى يا حبايبي هنا خلاص خلصت الكميه كلها. حاطه فاض شويه فحطيتهم في العلب دي اللي انا بعمل فيها رز بلبن، فحطيت شويه كده. وتقدري كمان تحطيه في اكياس وتخليه يعني تخليه سمكه رفيع وتكسري منه. وكده كانت هريسه الشطه. يا رب تكون عجبتكم. وده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.